اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم احلى متابعين في الدنيا، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحه وسعاده. وانا اهلا بيكم وحلقه جديده. النهارده هنعمل البيتزا الايطالياني بس بطريقه جديده، هتعتمديها على طول بتكات اول مره تعرفيها. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا. اول حاجه نعمل الخميره. معايا بنات، معايا كوبايه لبن اهيت، الكوبايه دي 250 جرام. حطيت اهوت، وحطيت ظرف خميرة او معلقة كبيرة خميرة فورية. تمام، هنستخدم في الوصفة ديت خميرة فورية، معلقة كبيرة خميرة فورية، ونحط عليها معلقة سكر بس كده. نقلبهم ونسيبهم على جنب شوية لغاية ما الخميرة مفعولها هنتأكد اللي هي كويسة معانا. معايا هنا نص كيلو دقيق اهوت، انا طبعا نخلاه كويس، وتروح حط عليه بيضايه، وتروح حط عليه معلقه كبيره مايونيز او كيس زي ما انا حطيت كده. طبعا دي التكايه المهمه اللي لازم تعمليها، بتخلي العجينه هشه وقطنيه من جوه وجميله جدا. ومعايا نص معلقه ملح، انا زودت شويه ملح كمان، يعني معلقه ملح. تمام، معلقه صغيره ملح ومعلقه كبيره سكر. هنبدأ بقى نعجن بإيدينا كده، هنشيل معلقة خالص ونبدأ نعجن بإيدينا. طبعا اللبن معاكي أو المية بتاعتك، حابة تعملي خليط مية على لبن اعملي، حابة تعجني بلبن بس زي ما أنا هعمل اعملي. طبعا هي لأولادنا يبقى عايزين حاجة قيمتها غذائية عالية، هنحط لبن. حابة تعملي بمية بس اعملي. بس انا كان عندي لبن رايب، انا عجنت بلبن رايب كانت جميله تحفه تحفه العجينه يعني. شايفين عامله ازاي في ايديا انا بعد ما عجنتها؟ تحفه. حطيت نقطه زيت في البوله بتاعتي ورحت حطاها وعايصه وشها برضه اهوت. ايديا كانت متعصه زيت، حطيتها عليها كده وبس كده زي الفل معايا تحفه يا بنات. هغطيها بقى بكيس نايلون او ورق كيس ستريتش، واروح سايباها مغطيها بفوطه طبعا، وتسيبيها لغايه ما تخمر معاكي تبقى قابه معاكي خالص. تمام، هتاخد معايا نص ساعه. معايا هنا بقى طاسه على النار اهو، هنبدا نعصج اللحمه. انا هعمل البيتزا بتاعتي النهارده باللحمه زي ما بنجيبها من بره، تحفه جميله جدا جدا. انت ممكن تستخدمي اي حشوه، ممكن تستخدمي فراخ، ممكن تستخدمي سجق، ممكن تستخدمي اللي هو لانشون او ستريتس، اللي انت عايزاه حطيه. هنبدأ بقى هو زي ما انتوا شايفين كده، هنبدأ نعمل الحشوة بتاعتي. انا في الحالة ديت انا مش هحط اللحمة الاول تاخد صدمة. انا حطيت البصل حمرتها شوية، يعني مفيش يعني يا دوبك شوحتها شوية ورحت حاطة اللحمة بتاعتي. تمام، ورحت حاطه معلقه صلصه، وحطيت طبعا البهارات بتاعتي، وخلاص على كده. مش هتحط لها ميه ولا تزودها اي حاجه، لان هي هتكمل سواها في البيتزا. ليه احنا حطينا بقى اللحمه البصل الاول بعدين اللحمه؟ عشان ريحه البصل ما تبقاش طالعه بعد ما، يعني لو قعدتها شويه ولا حاجه في الحر ده ما تبقاش طالعه. معايا هنا بقى هنبدا نعمل اهيت الصوص الطماطم اللي احنا بنحطه على البيتزا. تحفة، اعمليه بالطريقة دي جميل جدا. معايا طماطمتين، بصلاية صغيرة، معايا فلفلتين، فلفل الوان او فلفل اخضر اللي انت عايزاه، قرن فلفل حامي، ومعايا معلقتين كاتشب، ومعايا معلقتين صلصة جاهزة. تمام، ضربنا ده كله في الكبة اهوت. هنحط معلقتين زيت كبار ونقلب كويس، وبعدين نرفعهم على النار. معايا على النار اهوت. هنا بقى مش هياخد معايا 10 دقايق اهوت. طبعا ما بتحطيش ميه خالص في الكبه او في الخلاط بتاعك عشان تبقى تقيله معاكي زي ما انت شايفه كده. اول ما تبدا تغلي معاكي بتحطي التوابل بتاعتك. السر في الصلصه لازم الزعتر، زعتر، فلفل اسمر، بهارات مشكله، كمون، ومعلقه صغيره جنزبيل. تمام، وطبعا الملح اظبطي ملحك كويس، ولو حابه تحطي نص مكعب مرق حطي. تمام، خلاص كده اهوت. انا حطيتها بقى تتسبك معايا، وهبدا بقى اشوف العجينه بتاعتي عامله ازاي. معايا العجينه بتاعتي هنا هي بقت زي الفل. عايزه اقولك اللي هي طريه جدا جدا جدا، هي خمرت قبل كده. يعني لو انت مش فاضيه وهي خمرت معاكي وخلاص رفعت قوي، هبطيها بايدك لغايه ما انت يعني تفضي، وبعدين تشتغلي فيها. خلاص اهو يا بنات اهوت. انا عاوزه الصينيه من تحت نقطه زيت كده او نقطه سمنه، وبدأت فردتها. طبعا عمرها ما تتفرد معاكي على طول، بتحطيها يا دوبك دقيقتين ولا حاجة وبعدين ترجعي لها تاني. يعني بتحطها في الصينية وبعدين ترجعي تفرديها تاني في الصينية. تمام،
معايا شوكة بقى هنا، هبدأ افتحها كده، اعملها بالشوكة كده، طبعا عشان تستوي تبقى هشة معايا وتبقى جميلة. والصلصة بتاعتي استوت وبقت زي الفل على العجينة بتاعتي اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انا محضرة الحاجات اللي انا هحشيها هي البيتزا فيها. معايا طماطم، معايا بصل، معايا زيتون مخلي، ومعايا طبعا الفلفل الالوان بتاعي. هنا هو اللحمه رخره كانت جهزت معايا اهي زي ما انتم شايفينها، يا دوبك هي اتشوحت بس ما خدتش اكتر من كده، ما حطيتش ميه ولا اي حاجه. ومعايا هنا الفلفل الالوان، معايا فلفل اصفر، اخضر، احمر، اللي انت حابه حطيه. ممكن تحطي اخضر بس هي بتبقى شكلها شاهي وجميله بالفلفل الالوان ده، وبتفتح نفس العيال وبتبقى حلوه جدا جدا جدا، تحفه يا بنات. ومعايا هنا الطماطم بتاعتي برضو هزودها قيمة برضو. هبدأ احط طماطم وابدأ احط بصل زي ما انتم شايفين. ومعايا زيتون برضو مخلي، هبدأ احط زيتون مخلي. طبعا الحاجات دي اختيارية، لو حابة تستغنى عن اي حاجة في الحاجات ديت ماشي مفيش مشكلة. المهم تحطي الزيتون، بيدي طعم جميل جدا للبيتزا، يعني بيخليها حادقة كده، فيها سنة حدقين. طبعا الخضار بتاعي بقى لازم تملحيه شوية بشوية ملح وشوية بهارات، لان ما بيبقاش عليه ملح خالص، تمام، عشان يبقى كل حاجة مظبوطة معايا. بدأت حطيت نص كيس الموزاريلا بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين، وهبدأ اكمل الخضار بتاعي تاني. طبعا في الحالة دي الفرن بيبقى شغال على درجة حرارة 180، طبعا من فوق ومن تحت. لو انتي عندك الفرن الكهربي بتظبطيه على 180، عندك الفرن الغاز بتوسطني النار خالص، يعني كأنها شعلة بسيطة خالص، تمام، من فوق ومن تحت. اول ما تاخد لون من الجوانب بتعرفي اللي هي استوت خلاص. اخر 10 دقايق في النص ساعة بنطلعهم ونحط الجبنة الموزاريلا اللي انتي حباها، الكمية اللي انتي حباها. انا حطيت بقية الكيس، ما حبيتش ازود اول المرة دي. كل ما تمط معاكي كل ما الجبنة تكون كتيرة معاكي، تمام. المطه دي بتبقى من الجبنه يا بنات، وطبعا نوع الجبنه بيبقى نضيف. انا خلاص اهي طلعت وبقت زي الفل معايا اهيت. انا حطيتها تاني ال10 دقايق وبعدين طلعتها بقت زي العسل معايا، تحفه تحفه تحفه. هنقطعها بقى ونشوفها كده عامله ازاي. جربي اعمليها بالطريقه دي هتعجبك جميله جدا. السر في البيضه وفي معلقه المايونيز، تحفه يا بنات. جربيها وقولي رايك في التعليقات ومن اي بلد بتشوفيني. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نطلعها بقى ونشوفها كده زي العسل، تحفة. اهم حاجة اللايك يا بنات، حطي لي لايك وحطي لي تعليق حلو زي كده، حاجة عسل 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 عسل، تحفة. ربنا يحسن ما بين ايديكم ويسلم ايديكم وعينكم قدما، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن. مع السلامة.